انا جيت من مصر لسه جديد وعملت اللجوء، ازاي اعمل ورق؟ من اهم الاسباب اللي انت تاخد فيها ورقه في ايطاليا هنا بالنسبه لحوار اللجوء ان انت تكون ماشي منتظم، مش بتاع مشاكل. تاني حاجه يا صاحبي ان انت تكون شغال رجله، ان انت تنتظم في شركه، يكون عندك بوسطجات، يكون عندك عقد، يكون وضعك مستقر بالنسبه لان انت بتدفع للحكومه ضرائب. الكلام ده كله مهم جدا عشان العقد بتاع الشغل لازم يبقى عقد مثلا بشهرين، ولا لازم يبقى معايا عقد مفتوح ولا بسنه؟ اي عقد. ان المهم ان انت تكون متسجل عند الحكومه ان انت شغال، ان انت بتدفع ضرائب. دي اهم نقطه هنا، ان انت بتدفع ضرائب للدوله، فانت كده ماشي منتظم، فانت كده امورك تمام. ونقطه كمان يعني ناس كتير ما تعرفهاش، قصه ان انت تمشي منتظم انت لازم يكون معاك التسعه بتاعت 3 ام ديت، ما ينفعش تنط من على المترو. واهم حاجه عشان تاخد ورق هنا في ايطاليا لازم تكون بتتعلم لغه، عشان خاطر انت لو خدت رفض من المحكمه وعملت ريكورسو لازم يكون ايه الاسباب اللي القاضي اللي هيوافق لك عليها عشان يديك ورق هنا في ايطاليا. اعمل ايه؟ اروح لمحامي يعني ولا اعمل ايه؟ اول حاجه تختار المحامي اللي انت هتروح له، ما يكونش ان هو عايز يستغلك ان هو ياخد منك فلوس وبس. يعني انا لما رحت للمحاميه اول حاجه قالتها لي انا عايزه منك البوسطجات، عايز منك العقد بتاع الشغل، عايزه منك التسره بتاعت المترو، اي ورقه عملتها هنا في الحكومه هاتها لي. سالتها لي كل ده، قالت لي ده بيدل ان انت بني ادم سلمي وشغال كويس ومنتظم، وفي نفس الوقت ما بتعملش مشاكل للدوله، يعني انت مش هيبقى عليها. بس الحكومه هنا قالت اي واحد مصري هياخد رفض بسبب ان مصر بلد امنه. انا ربنا كرمني وتوافق على الاستشاري. كل ده كنا بنسمعه كتير ناس على التيك توك بتتكلم لا انت ما ينفعش ومش هتاخد وي مفيش الكلام ده. انت اجتهد واتعب على ورقك وان شاء الله باذن الله ربنا هيكرمك. يعني الكلام ده بعد ما بيجي لي رفض من المحكمه صح؟ بعد ما يجي لك رفض من المحكمه دور المحامي بيبتدي من هنا.